أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هو قد درس ويسين السلسلة دروس نبدأ في الأدب. نهضر دي الدرس قعدان في أدب النية. الساقي إن شاء الله ما يوفقنا ربي عز وجل أد نهضر في أدب مع الله سبحانه وتعالى. الأدب وقد سيدي ربي عز وجل. نقطة مزواروث قال العلماء: أولا ربي عز وجل أوجب علينا أن نتأدب معه، يوجد في لنا يوكن أنسعوا الأدب ربي عز وجل. يعني الإنسان لابد ذي الفرض يوكن أتدبض أتسعود الأدب وقدر ربي عز وجل، ماشي ما يلنفع ذي الفرض ذي الواجب. أم كيدي وجب ربي نزال، يدي وجب نظام، يدي وجب نزكي، أد نحوج ما إلا نسعى الوسائل ساعة مكي قارن ثورة شروط يدي وجب فلانا يوكن نتأدب معه سبحانه وتعالى. أتصل لا يثقون شتاقي الدواء كان يوث الآية. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي ولا تكفرون. العلماء بدي قال إذن إلا قد تذكر ربي عز وجل وتستطار أن يذكر ولا ينسى، وأن يشكر ولا يكفر. أد ذكر ربي وتستطار وتشكر ربي عز وجل وتكفر ضرس النعم إكديفك. ذو كذا كذا الأدب يدي ذكر ربي ذي لا يجي يدبون العلماء مسنون بلي ربي وجفذ فلانا يوكن نشكر يوكن نحمد. ذو كذا كان والي ذو كذا الأدب أنوال تجي تمزوروث النقطة تمزوروث. إذن ربي وجف لنا تسنث يزمر سؤال في غار نتأدب مع الله. في غار ما هي الحكمة؟ ما هو الهدف؟ شو الأوبجيكتيف ما يلي سعيون الأدب كاع فاش نهضر ساكي وقدر ربي عز وجل. الحاجة تمزوروث هو كنا ربي أذ يرضو فلاش ليرضى الله عليك. ما إلا تشكرت حمدت ورد الغورس تتوبض ها الأدب تغيير كلي ربي أكي يحمل هذه يرضو فلاش. أمي كي قرض ربي في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونقرض رضي الله عنهم ورضوا عنه. يرضى ربي عز وجل في الصحابة ونثني رضان ربي عز وجل. يسنثي وكنا ربي عز وجل ويتعذي بارا وكنا يشكشمر الجنة في نس. فاش تقي لقد تأدب وقدر ربي عز وجل. العلماء قال كذلك وكنا ربي أغي يرحم ذي الدنيث، أغي يرحم ذي الآخر. وكذلك فاش تقي تأدب أنسعوا الأدب وقدر ربي عز وجل. العلماء قال كذلك وكنا نيلي من أولياء الله عز وجل. باش تيض الولي من ربي عز وجل هكي يحمل ربي عز وجل. وربي قال دقيون الحديث القدسي ربي دي يهضر نقيس يقال ربي عز وجل ما إلا يحمل العبد نس ما يحمليه يبض يعني الحمالة يجي ضربت يحملن ماشي داك الشيء يحملنا ربي وين هذا الأدب، ولكن ما إلا ربي كيحملن إنك فيصبح الله عز وجل. هذه والعف ذاكي إنك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إنك دوالا ذل سوا شوي توالي ذي فاس سوا شوي يخدم ذي ضر سوا شوي يلحو. يعني أمزونة الحوض ضربك يسلحايل توالي صربي عز وجل تصلب سمعا الله عز وجل. وقي مقارنة والد الولي هذا وقي من أولياء الله الصالحين. هذا والد الولي. فاش تقير كلي إلا قد تأدب نسعوا الأدب وقدر ربي سبحانه وتعالى. الساقي إن شاء الله إذا ند نهضر في الأنواع الأدب
يقلان أتصن العلماء الفقهاء يدي جمعان أزلنا 10 11 12 13 ربما أكثر شوية من الأدب تصعود الأدب تصعود الأخلاق أتليض أمثلة وقدر ربي سبحانه وتعالى دوكي مقارن تصعود الأدب أتليض أمثلة ربي عز وجل. الأدب مزوارو أول أدب يقلق 90 سلم أدب المسلم مع الله عدم الإشراك بالله عز وجل ولا قرص خضمض ربي أشريك ذو كذا الأدب مزوار أفي غار أخاطر ربي عز وجل ذنتا كيدي خلقا وإني كيدي خلقا ذنتا يقلق تعفضض أفمن يخلق كمن لا يخلق ربي كدي قال القرآن الكريم يتساءل أدي قال كيف وين يدي خلقا وكذا وين يدي خلقنا لا أش يفاديني وين يدي خلقا إذن نتا إقلاقا أتعبضت إذن نتا إقلاقا أتحمل طاطاس إذن نتا إقلاقا السجد ولا الصركعوب أخاطر نتا يدي خلقا أما وين يدي خلقنا لا فهو مخلوق أثاني خلقيت يد الخالق نتا مكتشيني وكذا كذا المخلوقات من ربي عز وجل ربي يخلق الجماد يخلق النبات يخلق الحيوان ويخلق الإنسان يركو كذا كذا المخلوقين من ربي عز وجل كشين يجوز زانا ولكن أترض أحد المخلوقات ذي السجد الصركعض أترتم ربي عز وجل أخطر يركو لذي المخلوقين والإنسان سفلنا بكذا غير كل يوم كيتواليم ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ربي عز وجل نيك سفلنا بوكي أشد دي نضيدا دي العبد دي صبا أذي رزرو أثي عبد وربي عز وجل كرميث إذا نسترضنا ربي يشريك وربي عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبد ربي كان والسلام يا ربي شريكا وقي إذا مزوارو وقي فشو يبنى لساس الدين ولاش النبي يسد إلا يناس للأقوى مينس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يركو الأنبياء مرة أن ندي الأقوى من سن أننا سن عبد ربي وحدث واستعمل المعبود أيدي الإله واستعمل يون السجدم أثر كعمل يون واعبدوا الله ما لكم من إله غيره واستعمل الإله النظام يوشوا السجدم ناثر كعم ناسين في كميد الدريا ناسين يضف كيد الشفاء الأسباب واجبة أم قد نهضر في الأسن ولكن الشافي والرازق والهادي هو الله سبحانه وتعالى. إذن وقيد الأدب مزورو وقيد ربي عز وجل وسخد رمضان يا ربي أشي يقارد ابن القيم في نونيته ابن القيم الجوزية يسعى قال لك يقول الشعر يتسوي تيدا في كل شيء ولكن يتسوي في عدم الشرك بالله يقارد فيني شركا بالله يتحذرد يقارد والشرك فاحذره فشرك ظاهر يقال لك بالك تغلط دي الشرك ربي عز وجل خاصة ما يلذ الشرك ديفانا تعبض الزرو تعبض يعني الحيوان إنسان أم يخدم النصارى أرن سيدنا عيسى عليه السلام أرن ذي الإله أرن ذميسنا ربي وحاشا لله ربي عز وجل يحوجار ونثي عونا فهو يجير ولا يجار عليه ربي قال القرآن الكريم يجير أي أن الله يعين ولا يحتاج إعانة أحد ولكن أنا ننسى ربي عز وجل شريك أنا نسميس أن ندمسكي أثن ذكيني إذن تغي حسبا مدن كأنما ربي ويزمي هذا يحسب مدن يبيد ميس يوكن هذا يعاون أثي عاون وقي ليس إله أخطر أنه يسعى الصفة الكمال ويسعى لهم كي يتحوج يحوج ونثي عاونا ولكن ربي قال القرآن الكريم هو الذي يجير ولا يجار عليه ربك تعاونا ويحوج له ونثي عاونا قال إذن ابن القيم فاحذر الشرك الظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران ما إلا تغلط جيس ربك يعفو يرى ألما كنت توبض في الناس ثم وصل وأنت موحد وكشني تخذي مدار الشرك يا ربي وهو اتخاذ الند هذه تشرح
اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما سووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وإيمان. اقردوا كذا قراني ربي يا شريك، أنا ناس ربي يا شريك وصرانا أنا بليك ويسعانا الصفة ديك الساعة ربي عز وجل وقيت عبد أنا ربي عز وجل بقيت الناقط دي خلق ولا شو يدي خلق النظام، فهو الخالق وحده، له الخلق له الأمر. ربي عز وجل لك عن الصفة ذاك هنا كم كيف يسوى أما كي أثر كيف كشني أزرو ناخذ العبد ويسعى الصفة ديك الساعة ربي عز وجل. هنا كذا نسوى نقاشو ذي المحبة يحمليت نغيو قاذيت نغيو على غرس نغي ناس يتأكد نغي إلى غير ذلك. هنا سكان الفغي أتسوت كذلك في الخلق والرزق، أترك كذلك الدين الوقيس على صفتك. ما دام يسعى على صفتك إذن لا يجوز أن يتخذ إله. لقات رط إذن أتعبضت أمك تعبض ربي عز وجل يدي خلقا يدي رزقا العبد. إذن وقيد الأدب أمزورو، وهو إذن عدم الإشراك بالله عز وجل. الأدب ويسني الحكذ في الحقيقة وهو الإخلاص. والإخلاص شو المعنى؟ أتحضمض العبادة إليك تظليك أتزكيض أتفكر صدقة يوذ من ربي عز وجل. الإخلاص نهضرت في الدرس قعدان، وهو إذن أن يريد الإنسان بما يفعله من العبادات وجه الله عز وجل. إلا قالت صعود الرياء للعبادات ولا قال غاديني نخدم ويوكنا يدوالين مدن ولا يوكنا دينين كتشيني تحجض ولا وكنا دينين كتشيني ذا يعني السكر كريم السعيد يعني مكي قالنا كيقولوا صفة الكرم الصفوة سردين أتخدم مايلين مدن وتخدم ضرا مايل ولا حد مدن أتغرض والي سمايل لنا ند مدن تسلن مايل ولاش حتى يون وثقر ضرا أتزلط بثمن مدن مايل ولا حد تسجل تزليف وكذا كير كلي ولا قارا. الإخلاص لله عز وجل. يبسيون صحابي يسد الرسول صلى الله عليه وسلم ينيس يا نبي الله أتصدق وأفعل الخير خدمة الخير صديقة إنك ومدن زران إنك فيشكرونني شكرني إنك فيسر ذلك في نفسي إنك توضى تفرحها مثلا كي مدير دقان كتيني تصدق تزلط تخدم هذا الخير إني سهل ترى يعني قليل هذا هو ذنوب معليش نغمش. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع هذا ميدي نزل ربي عز وجل القرآن الكريم من فوق 7 سماوات ويحمل الآية الأخيرة من سورة الكهف وهي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الناس وقيد الشرك مشطوح ذا الرياء ولا قالت صعود الرياء أجي إذن يصوب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي أجي هي ناس لقد تخلص عملك لله عز وجل ما للتراجع ربي عز وجل أتخذ أين الهان أولا أن يعمل عملا صالحا وفي نفس الوقت لا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولكن العبادة يخدم الخدمة يخدم إلى قتيلي يوذ من ربي عز وجل. وربي قاد صوت البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ربي هي أمرانات يوكنا في نعبد إن سكن ودن شمالا العباد داخل العباد النا وتولي أنا وين يمكن لنا يغي ولا نا وين يغي ولا نرى وين غدي شكران نا وين غدي شكرنا راه. فالعبادة لابد أن تكون لله عز وجل الأدب والسنيذن الإخلاص هتليض مخلص لله عز وجل. الأدب تدنق وقي وهو الأدب والثلاثة وقد ربي عز وجل نتأدب معه وهو الاستعانة بالله. ربي عز وجل يقرد ميلا تفغض أكيد يرزق السنيض يا رزاق ميلا تفغض الدريا أتوالى ربي عز وجل أتدعو ضم إذ عن الأنبياء وكي تجرى فردا
أسيدنا ربي عز وجل في كيد الدريا تخلص الدعاء أخاطر ربي عز وجل ذا الرزاق هذا ربي عز وجل ما إلا كذلك تهلكض ما إلا تهلكض في ضرر الدعاء طفيفة تغال ربي عز وجل وتروحوا ضرر تخدم كان السحور كان الشعوذة كان وكذا كير كل يسخلاضا أتروحوا ضرر ربي عز وجل فاش قال ربي عز وجل لا أمرنا أن نستعين به ونستغيث به أن نغالى ربي عز وجل فقط إوا كان ربي عز وجل ذن نتا غادي تسحلون إذا نتا غادي فكنين نخوص إذا نتا غادي فكن الدريا إذا نتا غيوفقن إذا نتا غيكسن ما إلا نسعى المضرة ما إلا نسعى الهلاك إبراهيم الخليل يفكتي ربي المثال القدوة الحسنة كواش تاقي إذا نتا يقلاني توغال دايما ربي عز وجل إذا نتا دي قارن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سيدنا إبراهيم الخليل إذا نتغذ القدوة ذي الاستعانة انتغي لني قرد الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقدر ربي حيون يقدر ربي نقان هذا ربي رزقان هذا ربي ساكن الدواء إذا انت يعني كسحلاين وقادي هلكان هذا ربي عز وجل ساكن الطعام انت دي ساكن امان هذا ربي كل شيء. إذا لابد تغالى ربي عز وجل. وربي قال دي سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربي عز وجل قال إذن ربي كل شيء نتكس عن الصفات صفة الربوبية يسنتخان العلماء تقاقي صفة الرب سبحانه وتعالى صفة الرزق صفة الإحياء والإماتة ربي عز وجل يكس عن صفة الربوبية. ربي عز وجل أنه غانا سنظلف الأمور خطر ذنتكنت نسعان بيده ذك فوسي سيلا الأمور ماشي نروح عند النظام. إذن الاستعانة بالله عز وجل. وربي يوصد الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة إلى تربيتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي الغلام المعروف عبد الله بن عباس يقاس يا غلام ليس 10 سنوات بس يستعلم الأدب مع الله بس قال لقد صعود الأدب وكذا ربي ما إلا تظلفظ ربي عز وجل إلا يقراس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يقاس ما إلا سقصادي ولك ديال الرزق أكديفك سقسي ربي عز وجل ادعو يا ربي وكنك ديفك ما إلا الحوايج الاستعانة استعن بالله عز وجل وغرى ربي وكي مشطوح ديال عمريس وكي يستعلم وكن هذه يتعلق بالله عز وجل ويتأدب هذه سعود الأدب وكذا ربي عز وجل سبحانه وتعالى. وين تكمل لنا ونشتغل الاستعانة بالله الأدب ويصرفها التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله أمر ضروري أخطر كشني ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا فتحتاج إلى القوي. العبد يحوج ريون يعني عن القوة التي لا تقهر فهو القهار فوق عباده. حواج تغالى ربي عز وجل أخطر كشني الصعبارة القوة يعني التي لا حدود لها. حواج ريون تمتثنى كشني تمثال أفاش قال ربي قال يا رسول صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. كشني تمثال يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. إذا لابد أن تغالى ربي عز وجل أتسعود التوكل الحقيقي والمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى يفوض الأمور إلى الله عز وجل بعدما يتخذ الأسباب ثم يتوكل على الله عز وجل. وإذا عزمت فتوكل على الله. وربي عز وجل يقال كذلك يا رسول الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ما إلا يتوكل في ربي عز وجل ربي يقضوا الحاجة ينس. التوكل الحقيقي إغي خصان نسعى التوكل ولكن بضرعين لاقا أفاش دائما يخص ولكن التوكل لا يعني القيمة ذي الجماع هذا برواء في قال كي هذا أغلق يفسنيو القيمة ربي ديوي كل سخام لا وجعلنا لكل شيء سببا أتكرض
إوا كنا توكل في ربي أتخدم تتخذ الأسباب، والأسباب من مسبب الأسباب، ربك يوفقون. إوا كنا داوي ثورة أغرمي وراش الدريني كي لقاتوها تخدم تغمض هذه الجماعة أمشي سينا وينا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ودغلينا صور دين ديالني، فلا بد يسديونا الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الحياة نس يبد دابة تماس يارتك يعني يقف هذيك شما الرسول صلى الله عليه وسلم إني ستشدنا أتسكلها في ربي، إني الرسول صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل كما جاء في صحيح، أعقلها أي شديت وتسكلها في ربي عز وجل. يبقى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اسميت الله إليون لهلاك يتنطاض من بعد الناس لقات شمم القريه يا ما يكفى يعني الهلاك ظن ناس يا عمر أتفر من قدر الله، يعني أثر لص القضاء نربي القدر. الناس نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، ما إلى روح أكيد وكشي مغالا قدر الله كذلك وإنا يسفه ما زند بلي اتخاذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقذ الأدب وقذ ربي عز وجل توكل على الله. الأدب النظامي هدرنا في الله تصل العلماء تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وربي قردوني عظما تعظيم يعني أسنفك الحرمة أسنفك زل أين يدي فرض ربي عز وجل أم العبادات سان تزال وتجاري هنا أي تمسخر في الأسد أسن تنفك نكوني القيمة العبادات تجي شعائر تعلم من الدين تجي شعائر شعيرة ربي قال في القرآن الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر جي تسد شعيرات الحج من شعائر الإسلام. مرة تفضيون يستهزئ بالحج، تفضي يستهزئ ببيت الله الحرام شي تقمض كتفرجه ربي عز وجل يحرم ما يشتكي في المؤمن لابد أن يعظم. مرة تصليون كذلك يرقم ربي تسمى كتصمد لابد أن تعظم شعائر الله. هذه تحصل باللي كقلق خفة السرور ما تصلد يون يرقم ربي نا يرقم الرسول نا يرقم الدين. وما أكثر الناس يعني ربي أمشي قال كي أني يهدون إن شاء الله فريديس، ولكن مرة أتصل الأمور كي لابد يون هذه يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. هذه يعظم شهر رمضان تعظيما القبائل سيزيك يونس على الحق. وكنا أمشي قال كي ثورة هذه الشمن مدن فلا بد من تعظيم الشهر، تعظيم العيدين، عيد الأضحى ثمن الأبواب وعيد الفطر شعائر تقدقي لا بد من تعظيمها، خاصة تقدقي ديفان تقدقي تعلم من الدين الإسلامي العبادات والعيدين وغيرها والآذان والمساجد. وفي نفس الوقت الأدب يديرنون وانشتاقي وهو الأدب السادس الغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم العمر يرفوها في منيس ويرفو يانا ما يلبو ناس صردي ناس ما بوينا سينيسا ويرفو يانا ما يلوني ناس كشي مشاكل لقد خمطاكي كذا امورني وكلي مشطاح امور الدونيث ويرفو يانا لا يغضب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس وغيرهم لا يغضب أبدا على نفسه ويرفو يانا في منيس. وكان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله مما ليس لا يون يخدم معصية خاصة الكبيرة من الكبائر يرفو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى السكر يوث مطوث ثمتو تقي معروفة لا يوث القرية قانس بني مخزوم القرية شريفة العائلة الشرفاء ثكر فغانا الصحابة أشقعني ونا الرسول وكاس يسمح وهو أسامة بن زيد يروح الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة إن يستشفع في هذه المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم يفدلو ذميس إناس يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله وكذا تقي حرمة الله ثبو يصور دين ثكر وقي حق الله لا يجوز تنازل في الناس لا يجوز أبدا انتهاك العرض والمال والنفس ذو الحرمات اجتلثت وين ينغني العبد وين المالينس وين يتعدينا في الشرف نتمطوث في كذا الكبائر. كان رسول الله يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فكذلك المؤمن تأدبا مع الله لا بد أن
يغضب إذا سمع أن حرمات الحج يحرم ربي عز وجل، يخذ مثل المسلم يتعدى فلاس المؤمن، تعدى على حدود الله عز وجل، لابد أن يغضب لله عز وجل كما كان رسول الله. الأدب النظام الذي نتأدب مع الله سبحانه وتعالى الرضا بقضاء الله وقدره والصبر والاحتساب. ربي عز وجل مرة يدي فككي مصائب دغلي تفيون يموت يوني تيلياس ويرفي حالة البكالوريا يروح غوصة روح ناس سرديا يموت سميس المصائب ثقي من قضاء الله وقدره. ما تنزل قضاء الله وقدره تضيق في قرن الصدور، ولكن يحتسب الإنسان، يصبر ويحتسب. أمكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مطوط النيلان نجف السراوال كذا إن يسلو صبرات كان خيرا لها، وكان أتصفار ينزل القضاء الله عز وجل. وربي عز وجل قال ولا نبلونكم، أكون يبتلي ربي عز وجل، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أي نكنيوك مرة لله وإنا إليه راجعون. نكنيوك مرة ضربي غدي فكان كشتيني ثم الكضرة مانيك الروح قلنا ربي عز وجل ما إلا سقسد فلاسة تياوي إن كلنا أي نكونيوك ضربي غدي فكان نكوني ذي الشيء ناس أنو غلا الغراسة إنا لله وإنا إليه راجعون. وربي عز وجل إنك أولئك عليهم صلوات من ربهم أي الغفران من الله عز وجل ورحمة وأولئك هم المهتدون. وربي قد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ربي عز وجل قال إلا قد صفروا تظليف. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الأوامر المصائب يتولى ربي يعني يتولى ورث الظليف هذه أرواليس فالله عز وجل يصبرك. وربي قال القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد الإنسان إذا هذه صفة الحاجة غيرنا نصبر أخاطر ربي لا يضيع أجر الصابر، إنما يوفون الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر يحتسب نكون نؤمن بلي الآخرة بلي ربي عز وجل أغدي رمبول كي قارن أغدي أينك كي تصفرض أينك كسداكي أغدي ربي عز وجل الحسنات يوم القيامة. الأدب النظام مع الله الشكر، شكر الله، شكر النعم يغدي فكر ربي لقد نشكر فالله عز وجل أكبر نعمة الإسلام مثل سكا قال الإسلام كي نتظلى نسنا فريد أكبر نعمة وكفى بالإسلام نعمة العقل إذا نتساوي كل شيء فلساس يقفنا التكليف مناط التكليف عند علماء الأصول. العقل مناط التكليف. ربي عز وجل إننا نكونوا أهلا لخلافة الأرض أخطر نفكا عند العقل، فلا بد من شكر الله على النعم، نعمة سردين، نعمة الدريا، نعمة الصحة والعافية، نعمين يدي خلق ربي عز وجل من السمع والبصر والفؤاد. ربي عز وجل قال هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولما ميك لعلكم تشكرون أينما ذكرت النعمة ذكر الشكر. أين تذكر بأين ديني ما تهضر في النعم نس أديني لقد أتشكرم ربي عز وجل. وربي عز وجل قرد ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قالت كذلك لقمان على لسان لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله عفوا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ما إلا تكفرض يعني تضر ضمنيك، ما إلا تشكرض يوكن ربي عز وجل كي جزاء العظيم. إذا نديو على الشكر أرغورك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الشكر يحمل ذي من الشاكرين الذاكرين إلي تشكر تصر ربي عز وجل. آمي تغيمي ساعة سنة نسوايع دي تظلي تذكيضة. أنا ما ذكر عائشة أصليني بزاف الناس
أثني يعني تعيض طاس تجرح ندي تكشريني كيضرنيك استعفوا شوية أسيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون عبدا شكورا إلى قد أوضار درجة الشاكرين الذاكرين الله كثيرا. فخاطر ربي عز وجل يذكر نوح عليه السلام يبغى الرسول محمد الذي أفضل من نوح عليه السلام. نوح عليه السلام إن يدر بفلاس إنه كان عبدا شكورا. يذكر كذلك إبراهيم أنه كان شاكرا لأنعمه كان يشكر نعم الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يدبسط الشكر في الحقيقة. كان يصوم أكثر من 8 شهور في السنة. تعدى داود صوم داود تعدى لكل الأنبياء فهو أفضلهم وأشكر جميع البشرية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان رقم 1 في شكر الله عز وجل. الأدب يرنون ونشتكي أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى ولكن وقيل للأسف يقارن العلماء تفض مرة تخالف الأدب هذه يقول العبد صار ربي عز وجل القسم والحلف بالله خالق كل شيء. أنك تقلل المخلوق وين يتقلل المخلوق هو رب سبحانه وتعالى والليل والضحى والشمس. ربي يتقلل شو يخلق يختار ما يشاء وفي ذلك تعظيم للمخلوق والقدر للمخلوق ولكن كشي يتقلل راس المخلوق أتفضي ولكن أقروا قمة أقروا نفافة أقروا براويو ايش أقروا ياك وقي الشرك بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه قال بالله عز وجل والله تالله هذه قال ربي الخالق لكل شيء. وقي الأدب مع الله ربي دي خلق كل شيء أتقال أنا ربي عز وجل صفات من الله عز وجل سيسم ربي الأعظم وقيد الأدب مع الله عز وجل. أخطر أكيد في كراس أزاني لاقن أخطر ربي يدي خلقني وكل المخلوقات ثقي وزمرات تجد الخالق أتقلص المخلوق نكوني ثقي ذي العادات سيئة أفي خاطر ونفهمها ربما شو المعنى اسمه تقلص المخلوق المعنى ثلاث خير من الخالق. من كان حالفا فليحلف بالله هو خالق المخلوقات. أتجد الخالق يدي خلق كل شيء أتقلصوني يدي خلق ربي المخلوق. إذن فلا بد الإنسان كما قال رسول الله في صحيح البخاري إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ما تقلص سقرون ففاكنا سقرون يماك ويعني لقيون يتوب إلى الله وديغال هذه سقعدي السيسة. والتوبة هو أدب مع الله. الله عز وجل أمرنا أن نتوب ونعود إليه الإنابة والاستكانة والتذلل الدنوغال خاطر نكون نعصى ربي عز وجل أتعصي الصباح ثم ديت الزكاة يوميا. ربي عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقال توب ولم در ربي عز وجل استغفرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله والله إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. 100 فردان يسحسب الصحابة لن وجدن 70 80 لا 100 استغفر الله استغفر الله استغفر الله أتوب إليه تتوب إلى الله عز وجل. وقال الأدب مع الله عز وجل الإنسان يعود إلى ربه ويتوب إليه. والأدب النظام أن يعيش في هذه الحياة بين الرجاء والخوف. الإنسان قال كما يقول ابن القيم الجوزية يقال دفروخي ساعة سني فريون وكذا قارو سني فريون ناقي كامل الإنسان يسعى الخوف شوية صار ربي عز وجل اختك تعصيت ويسعى الأمل ليسبوار يسعى الرجاء إنك سني فريون إن فلا يمكن أن يطير بدون الجناحين. يقال لك أما قرويس وإن حب الله سبحانه وتعالى فإذا ذهبت محبة الله الإنسان يحمل ربي يروح قرو الطائرة يفرخ ذا قرويس محبة الله. أما السني فريونيس إنك وهو الرجاء الخوف والرجاء أتسقط شوية سقران كيني خلاص توبة من المسلمين نكدك شمال الجنة نكيني سيغ صك سيغ انتيكي يمكن قال الكفار سيغ انتيكيكش من الجنة سكوك الغفران نكون يزار شغل لقير كلي بين الخوف ورجاء لأن الله عز وجل أمجد يقرأ القرآن الكريم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. قال كذلك إنه والله عزيز ذو انتقام شديد العقاب. إذن هنالك الخوف تقاض شوية من الخالق لكل شيء وفي نفس الوقت وهو الغفور الودود.
ورحمتي وسعت كل شيء. آيات كثيرة في هذا. ولا تيأسوا من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تقنطوا من رحمة الله. ربي عز وجل في المقابل لقد نعيش جالسين خاصة ما يلي الإنسان شاب، فلا بد ربما أن يغلب عليه الخوف على رجاء، وإذا كان شيخ مقرد الأعمار لا بد أن يغلب عليه الرجاء على الخوف، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. وآخر أدب نختم به الدرس، وقيل أدبا قالوا نجمع السنة ثلاثة الأدب ذخليس: الحياء من الله، ومراقبة الله سبحانه وتعالى. والعلماء الحنكن التسحيض كي ديوالي ربي عز وجل وأنت تعصيه، أقلك ذي المعصية، خمم شوية بلا ربي أم يقانا كي ثوران كي تتوالي يوبس قارن دكاكي يونا كي موجود يروح على الدولة كي الآسيا دي عبذن بودا ساني ستاتيو كي قناس بودا عبذنت يوني مسلم واحد يخدم معصية كرمكم الله مع يوث بطوث يعني بيقا كي بودية ثني يسرجوك هذا أذفر بودا أسر غاضح نقصو في الله يعني يتولد المعصية. المسلم إن يروح الإيمان الناس يروح كل شيء إن تسات يعني مازال ساعة شوية يعني أتغم شوية الإله الذي كانت تعبده. فنحن الله يراقبك يبس يون أم يقانك يصدق الجنيد السالك معروفة إن يسا أم يأخذ معي يوكن نوع الصغار بتولي غرار شهوات النساء غير كلين إن يس الجنيد إن يس بما أستعين على غض البصر. فقال الجنيد: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. أتزرد بليك ربي عز وجل ولكن قبل تولد المعصية وقبلك تولد المعصية ربي ولكن فإنه يراقبك. ربي عز وجل قال تصل الآيات في العلم أنه يعلم السر وأخفى، وأن الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى. أبو جهل عندما كان يعذب الرسول ألم يعلم بأن الله يرى. والآيات كثيرة أن الله يعلم كل شيء كما جاءت في القرآن الكريم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ربك قال يزرى كل شيء توالي ثيد ربي ثاني ذيك بعلمه العلم نسى ثاني ذيك كي توالي يزرى شو تخدمت. فلا بد إذا الإنسان أن يستحي كما قال رسول الله في ما رواه الترمذي، وهناك من يقول هو قول عبد الله بن مسعود: نستحي من الله حق الحياء. إن الناس والله إننا نستحي إن لا الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. إنك تحفظ أين حرم ربي عز وجل. الحياء الحقيقي. فلا بد إذا الإنسان من أدبه مع الله عز وجل أن يستحي أثي ديوالي أن دولة قارة أثي ديوالي في معصية وخاصة الكبائر ذو كذا غير كل الأدب مع الله عز وجل. نعوذ باختصار شديد فإن الأدب مع الله عز وجل أول الأدب عدم الإشراك بالله عز وجل. الله رب شريك. الأدب الثاني الإخلاص لله في العبادة وجميع الأعمال. الأدب الثالث الاستعانة بالله عز وجل. الأدب الرابع التوكل على الله سبحانه. الخامس تعظيم شعائر الله. الأدب السادس الغضب إذا انتهكت حرمات الله. الأدب السابع الرضا بما قضاه الله وقدره والصبر عليه. الأدب الثامن شكر الله سبحانه. الأدب التاسع الحلف والقسم بالله. الأدب العاشر التوبة إلى الله والعودة إليه والإنابة إليه. الأدب الحادي عشر الخوف والرجاء من الله عز وجل. والأدب الأخير الثاني عشر الحياء ومراقبة الله عز وجل سبحانه وتعالى. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا أن نتأدب معه إن شاء الله. ندعو الله عز وجل أن ييسر لنا هذه العبادات العظيمة من المراقبة والحياء. ندعو الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.